السلام عليكم الأحباب، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. كما عودتكم دايما فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي. اليوم جبت لكم الوصفة تاع العصبانة اللي تجي الله يبارك بالنسها بنة، ومستحيل يجي العيد وما نديروش الوصفة تاع العصبانة بالكرشة. نبداو بسم الله كيفية أو طريقة تحضير تاع العصبانة. هنايا عندي الكرشة. بالنسبة للكرشة أنايا كنت قسمتها على زوج، يعني كنت ديت منها زوج تاع القطع قسمة نعمرهم، وانتوما اذا بغيتو تعمروها كاع عمروها كاع. انا نصها راني رايحه نخيطه ونعمر بيه، ونصها راني رايحه نعمر فيه في الداخل، يعني نخلطه مع دوك الصوالح الاخرين. هنايا نقطع الكرشه، ورايحه ثاني نقطع دوك الصوالح اللي وريتهم لكم من الاولى، ماشي هذوك اللي في الكسكاس. هذوك اللي في الكسكاس رايحه نغليهم باش يتقطعوا معايا بالخف. كيما هذوك المصارين انا نغليهم، بصح كيما الريه وكيما الدواره وكامل نقطعهم برك ما نديرهمش يغلو، ونجيبهم مقص كيما شفتوا ونقطعهم هكا كاريات ولا يكونوا المهم يكون الحجم تاعهم صغير، ما تكبروهمش تاني بزاف. وهنايا كي كملت يعني كلشي كنت خلطته، هذوك المصارين وكامل بعد ما غليتهم حتى هما قطعتهم وخلطتهم مع هذيك الدواره وكامل. وهادو هما اللي خليتهم من الكرشه، ورايحه نخيطهم ونعمروا فيهم هذوك الصوالح تاع المصارين. بالنسبه لهذو الخليط تاع الكرشه وكامل انا كنت قسمتها على زوج، نص غادي نعمر به العصبان ونص غادي نديرها دواره. هنايا نروحو للاضافات اللي راح نضيفهم ليها. ضفت كميه من الحمص، وزدت ضفت 3 مغارف مملوئين جيدا تاع الراوز، وزدت ضفت عليهم القزبر، وإلا عندك المعدنوس تاني ضيف، يعني ما كانش عندي المعدنوس ضفت القزبر بصح جات تاني شابه. ونروح للتوابل. عندي هنايا راس الحانوت، مغرف كبيره مملوءه جيدا تاع راس الحانوت، وثاني ضيفوا الملح باه الدواره تاعكم ما تجيكم صامته، وزيدوا ضيفوا عليها فلفله حمراء ملعقه صغيره بصح تكون مملوءه جيدا. انا هنايا كنت زدت شويه تاع الفلفله حمراء، درت مغرف وفوقها شويه، وضيفي لها شويه تاع الحرار فلفل اسود، وزيدي ضيفي لها ثاني الكرويه، وزيدي ضيفي لها ثاني كركم. كما نعرفوا هنايا الدواره ولا العصبانه تجي معطره بزاف بالتوابل. ونزيد نضيف عليها القرفه، نزيدو نديرو لها شويه تاع الكمون غير على راس المغرف، وضيفي لها قيس 3 فصوص تاع الثوم. بالنسبه لي انا الثوم كانت عندي مخدومه، درت لها قيس مغرف صغيره. وزيدي ضيفي لها قيس حبه تاع البصله تكون متوسطه، يعني مش كبيره بزاف ومش صغيره، وريحيها وخلطيها معاهم. وبالمغرف حاولي كامل هذوك المكونات تدخليهم في هذيك الدواره، دخليهم مليح لازم يتخلطوا غايه. وهنا كنت نسيت الطماطم تاع القوطي ولا طماطم المصبره، ديروا قيس نص مغرف كبيره، كما قلت لكم نص مغرف كبيره ديروها، وزيدوا خلطوا هذوك المكونات. هنايا في هذه المرحله تبغي تخلطي بيدك تدخليها يدك باش تخلطيهم غايه، ولا دخليها بالمغرف وتاكدي بلي دخلتي هذوك الصوالح في هذيك الدواره مليح. ونروحوا لهذيك الكرشه اللي قلت لكم مخروها على جهه، يعني نتوما بغيتي تخلي الكرشه، انا خليت قلت لكم قيس زوج بس خليتهم كبار. هنايا لازم عليكم تخيطوهم، وما تسيبيها يعني محلوله بزاف، لازم تخيطيها وتبلعيها، وكي تخيطيها لازم تخلي البلاص باش تبداي تعمري فيها كما راكم تشوفوا. هنايا عمرت الاولى ورحت زدت ثاني عمرت الزوجه، وهنايا راني نخيط فيها. شوفوا التخيط كيفاه، يعني لازم ما تخليش البلاص باه ما تخرجلكش هذاك الحشو اللي حشيناه الداخل، لازم تبلعيها غايه. وبالنسبه للتعمر ثاني ما تعمروهاش بزاف، خاطر الروز راح يزيد يطيب وراح يزيد يتنفخ. وزيد قبل الحبات تاعي، يعني كنت تعمريها بزاف راح تطرطق الدواره تاعك. هذيك خليها شويه مهاويه، يعني ما تعمريهاش بزاف، وكي تجي مع الاخر عقديها باش ما تنسحلش معاك هذاك الخيط. كما قلت لكم خلوها مهاويه من الداخل، يعني ما تعمريهاش بزاف كما راكم تشوفوا، يعني خلوها تلعب شويه في يديكم. انا كنت عمرت هنايا زوج الله يبارك، يعني الحجم تاعهم كبير. هنايا بعد ما خيطت العصبان تاعي وعمرته نروحوا للمقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي قيس حبه تاع طماطم مرحيه، وقيس حبه تاع البصله ثاني مرحيه، وهذوك العصبانات اللي كنت عمرتهم معاكم. وهنايا بالنسبه للتوابل عندي فلفله حمراء وفلفل اسود وقرفه، وعندي ثاني الحمص. بالنسبه للطياب انا نبغي نطيبهم في الكيكوطه. احيانا يطيبوا معاكم كيما يقولك الله يبارك زبده، راح شتي نطول معاك في الطياب وطيب معاك بالخف. هنا راح قلت لكم نجيب الكيكوطه نتاعي، ولا تبغي طيبيهم في طاجين كما تبغيتي اللي عندك طيبي فيه. نجيب الكيكوطه وقلت لكم نحط فيها ديك الحبه تاع البصله اللي كنت رحيتها، ونضيف فيها الزيت حتى نقلي البصله غايه، نروح نضيف عليها مغرف تاع الطماطم.
طماطم تاع القوطي ولا كاين اللي يقولها طماطم المصبرة. المهم لازم تقليهم تاني هادو مليح عاد باش تروحي تزيدي تضيفي عليهم الطماطم تاع الحبة. بالنسبة للطماطم قلت لكم مرحوها وتاني تكون حبة متوسطة يعني مش كبيرة تاني بزاف ومش صغيرة بزاف، وحتى هي لازم تتقلى مليح باش نقلعو منها هذيك الحموضة. ونزيد نضيف هادو التوابل، عندي فلفلة حمراء قلت لكم وقرفة والحرار، وكما تقدروا تضيفوا تاني سكنجبير، ونضيف الحمص ونزيد نضيف هذوك العصبانات. كما نعرفوا هنا لي زيبيس ما يتقلاو شيء على ديك بالخف ومرقيهم، يعني كي ديري العصبانات مرقي ديريكت. العصبانات لازم عليكم تقبوهم بخدمي ولا باش يطيب معكم الروز من الداخل، وما الدواره طيب والحمص يطيب وما تطردكش معاك الدواره نتاعك وتقعد محافظه على الشكل تاعها. ونروح نمرقها بالماء، انا هنا الماء تاعي كان دافي، انت ماذا بيك مرقيها ماء حامي. وما تكثريش تاني الماء، يعني كي كنت هي اصلا ما تبغيش تكثري فيها الماء بزاف فمرقتك تاني تجيك بنينه. وخلي لاصوص تاعك حتى تختار عاد باش تطفي على الكيكوطه تاعك، ولازم عليك تتاكدي تاني بلي العصبانه تاعك طابت. شوفوا هنايا في الاخر بعد ما طاب معايا العصبان رافقته مع لي فريت، درتهم دوائر وستفتهم في الطبسي، وحطيت العصبانه تاعي في الوسط وراني ندير في هذيك المرقه بالحمص راني نسقي بها. شوفي الله يبارك هذيك المرقه كيفاه جات حمراء وتشهي الله يبارك، وجات ثاني خاطره. اللي وصل معايا لهذه المرحله من الفيديو ما تنسونيش خواتاتي بالجيم والاشتراك للقناه، وجزاكم الله كل خير. انا ليا بالوصفات الناجحه وانتم عليكم بالاشتراك والجيم للقناه. هنا راح نحل معكم العصبانه تشوفوها كيفاه جات من الداخل، يعني الله يبارك كما قلت لكم تجي طايبه زبده وتجي بزاف بنينه، جربوها على هذه الطريقه. وهنا كنت وصلت معكم لاخر فيديو، نقدر نقول لكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في وصفات جديده وروتينات جديده. سلام.